عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك أحبتي في الله، هذا البيت أي بيت من بيوت الله عز وجل. المساجد، هذه المساجد لماذا خصصت هذه المساجد؟ لقراءة القرآن. هذه المساجد للصلاة، نؤدي فيها الصلاة، حتى قال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أي عبد من العباد يتوضأ ويحصل الوضوء ديالو ويذهب إلى بيت الله عز وجل ويصلي فيه من نفيلة ما استطاع، ثم يؤدي فيه الفريضة بدا الإنسان هو متوضي وداخل بيت الله عز وجل والملائكة تدعي معه. أنت انتبه معي أخي المسلم، هذا بيت الله. أنت أي بيت من بيوت الله عز وجل، أنت متوضي وداخل بيت من بيوت الله عز وجل والملائكة تدعي معك. لا تغرك الدنيا أخي المسلم، ما تجي لبيت الله عز وجل وتبقى في الغيبة، في النميمة، شهادة الزور، القيل القال، من هذاك اش يكون؟ لا يا عبد الله، وفقك الله إلى بيت الله عز وجل، استقبل القبلة. راه ما غادي ينفعك شي واحد أبدا، استقبل القبلة وابكي على الله. ماذا تبكي على الله؟ أتضرع إلى الله عز وجل. أنت واقف لما يقول أي عبد من العباد يقول الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يقول: يا ملائكتي حيدوا الحجاب بيني وبين عبدي. كتبقى متصل مع من؟ مع الله، لا مع أحد. متصل مع من؟ مع الله. ثم تقول الله أكبر، يقول الله: حيدوا الحجاب بيني وبين عبدي. ثم تبدأ تقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تكمل الفاتحة، ثم تقرأ سورة من القرآن، ثم ماذا؟ تتركع. لمن كتركع؟ لله عز وجل. ماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم. دير هذه العظمة ديال الله سبحانه وتعالى، ماشي غير قراف قلقلاف ونايض. لا، أعطيني كل حق حقه، أعطيني الوقوف حقه، أعطيني الركوع حقه، أعطيني السجود حقه، هكذا باش يكون فيك الاطمئنان. بس هذا القلب ديالي وديالك وديال كل مؤمن، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان. أيوة، فاشهد له بالإيمان. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبس تذهب تمشي للمسجد وتبدا تدير شي حاجه ما مزياناش، لا اخي عبد الله، شوفه احنا راه غير كنبلغوه عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وراه يوم من الايام كنا نهودوا الروضه، ولكن ماذا فعلت؟ راه غادي تحاسب، انت محاسب وانا محاسب، على الكبيره وعلى الصغيره. واكبر اكبر اكبر اثم هو اللي كيتعدى على خوته المسلمين، واكبر اثم اللي كيروض الفتنه، لان الفتنه قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. معنى لعن الله من ايقظها مطرود من رحمه الله عز وجل. لا تقول رانا كنصلح، لا تقول انا كنخيط وكنعمل الخير، انت ما عارف تتوضا. الوضوء ما عارفش كيفاش تتوضا، ما عارف كيفاش تصلي، ما عارف كيفاش تصلح بين الناس وتعدى على العباد. لا، هذا بيت الله. لماذا بني للركوع، بني للسجود، ماشي تتعدى على الناس، ماشي تفتك الحرمات ديال الناس، ماشي تبدا تلعن في الله، تلعن في الملائكه. لا يا اخي المسلم، انا وياك سنحاسب. انت محاسب وانا محاسب لهذا الكلام. انا وياك محاسب. توضيتي جيتي بيت الله عز وجل، ما تلف مثل هكا لهكا، استقبل القبله مع ربك، ادعى الله عز وجل، ابكي على الله عز وجل. باش ترفد التليفون وتبدا تقول: واه فلان ما عرفتش كيدير،
او فلانه ما عرفتش كدير. لا لا لا، ستحاسب وانا محاسب امام الله عز وجل. وهذا بيت الله، الله يرحم دوك الناس اللي اسسوه. هذا بيت الله خرجوا منه العلماء. هذا بيت الله رحنا كبرنا فيه وقرينا فيه وطلعنا فيه. احنا سكننا غير سي محمد وسي مهدي الله يرحم. واحد العدد اللي خرج، واحد العدد اللي خرج، وحتى ما نكروش الاحسان ديال الاباء ديالنا والاجداد ديالنا اللي كانوا يلا كيضرب الانسان غير على خبزه وحده وكيسد المسافريه وتيضرب وساد المسافريه. مسافريه ساد المسافريه. علاش؟ حمالات القران. حتى اليوم ولات حمالات القران. هذاك فقيه مالو واش يكون يا بلادي؟ حتى تهود الروضه شوف شكون هو هذاك الفقيه، مالو واش يكون بو هذا الفقيه؟ راه بدل جلال بو ولادي كذا 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 كذا. ما عطيتيه انت شي حاجه، ما عطيتي شي حاجه انت. راه ربي اللي عطاه. وعربي ان حملة القران هم اهل الله وخاصته. هذا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قال له الله عز وجل راه ان لي اهلا، عندي اهلا في الارض. قال لي من هم اهلك يا الله؟ قال لي هم حملة القران وخاصته. القران الملح ديال العباد. راه حتى الى تلمينا على شي حاجه وما كانش القران كيتقرا فيه، عرف بانك كنتي الجيفه، كنتي جيفه. يكونوا الناس مجموعين وصافي تبدا ترعد ودير داك الشيء اللي عجبك، ولا راه وصلت لشي حاجه. ما هي وصلتي لشي حاجه؟ عرف بان الا كنتي شي مال ديال شي مسلم غير 10 ريال بدون حق ستحاسب عليها، او لا ترغب بشي واحد، لان هاد الناس ولدتهم امهم احرار ماشي عبيد. ما تشدش الناس ديالهم عبيد، لا ابدا، نحن احرار. هاد الامه حره وتبقى حره حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. كنا نتوضاو، كنا كنصليو، وكنا ولاد 9 اشهر، وكنا غادي نتكفلوا، وكنا غنهودوا الروضه وغادي نتحاسبوا. لا تغرك الصحه ديالتك ولا ديك العزرفه ديالك. حتى يقول العالم ليس من يقطع طرق بطال، وانما من يتقي الله هو البطال. الا بغيت تكون هو البطل اتق الله، اتق الله يا عبد الله. الا قلتي سبحان الله شجره في الجنه، قلتي الحمد لله شجره في الجنه، ولا اله الا الله شجره في الجنه، قلتي كلمه طيبه شجره في الجنه. ولكن اذا قلتي كلمه لا تلقى لها بال تهوى بها في جهنم 70 خريفا، 70 عام وانت غادي. كلمه خايبه مثلا، شي واحد يقول لك ما هي هذه الكلمه؟ غير واحد دايز بالطريق وشرتي فيه شي حاجه خايبه، عرف بان هذيك الكلمه تهودك لجهنم 70 خريفا. اما انت ملي قلت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بارك له لك الحسنات. شوف الفرق بين تدخل الجنه وتدخل النار. بسيط داك الشيء، بسيط بسيط. الا بغيت تدخل الجنه 10 حسنات. الا بغيت تدخل الجنه بسيط شي حاجه تدخل الجنه، بغيت تدخل النار كذلك بسيط والعياذ بالله. وحنا ما نبغيوش لشي مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدخلنا النار ابدا، لان احنا جمعنا كنا لا اله الا الله محمد رسول الله. الا احبتي في الله جميعا، فعلينا ان نرجع للطريق المستقيم، فعلينا ان نتوب، فعلينا ان نبكي على الله، فعلينا ان نتضرع الى الله، وان ندعي مع انفسنا ومع اولادنا ومع ابنائنا، وان ندعي مع الوالدين اللي ميتين ترحموا عليهم، ندعيو مع الجيران، ندعيو مع الاحباب يرجعوا للطريق المستقيم. هكذا احبتي في الله. اذا طلب الله عز وجل هاد الناس اللي اسسوا بيت الله الاول الدرجه الاولى الله يرحمهم، الله يجد عليهم الرحمات، ربي يرحمنا فوقهم، ارحمنا تحتهم، ارحمهم عند الصراط، ارحمهم عند الميزان، واجعلهم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا ربي كل ما قدموه ان يجعل لهم في قبورهم روضه من رياض الجنه. اللهم ربي اجعلهم من روضات الجنه، واجعل الفقيه سي محمد سي مهدي اللهم جد عليه الرحمات واسكنوا فسيح جنتي. اللهم اجعل القران نور من فوقه ونور من تحته وقبره روضه من رياض الجنه. وكل من ساهم على حفظ القران اللهم ربي ارحمه في مشارق الارض ومغاربها يا ذا الجلال والاكرام. كذلك احبتي في الله فتحه الجاريه اولاد الفوله وزريات وابن عون من فوق بدون استثناء،
وكذلك المحسنين اللي ساهموا لا من بعيد ولا من قريب في هذا بيت الله، الله يوقف علامهم. هما بينوا هذا بيت الله، الله يوقف علامهم واجعل عملهم لله خالصا لوجه الله عز وجل، ينفعهم به غدا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يوصلها للأموات ديالهم، الله يشد عليهم الرحمات، يجعلهم فروح وريحان وجنة النعيم، واجعلهم مع جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهم الله يكمل لهم الظن، الله يحفظهم، يحفظ وليداتهم، الله يحفظهم، يحفظ بنياتهم، الله يحفظهم، يحفظ الأزواج ديالهم، الله يحفظهم في العمل ديالهم، الله يحفظهم في السفينة ديالهم. كذلك كل من ساهم بقليل ولا بكثير ولا من بعيد ولا من قريب، المحسنين اللهم بارك لهم، لا من الرجال ولا من النساء، اللهم بارك لهم. الله يجعل هذا العمل في الصندوق ينفعهم غدا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلهم الأموات ديالهم فروح وريحان وجنة النعيم، هم الله يكمل لهم الظن، الله يجعل هذا بيت الله يحميهم، الله يجعل هذا بيت الله يحميهم، الله يجعل هذا بيت الله يحميهم، الله يجعل هذا بيت الله يحميهم يا ذا الجلال والإكرام. كذلك الجمعية والناس اللي ساهموا، ولا الرئيس الممثل ولا كاع من ساهم بالقليل ولا بكثير، كل من ساهم بقليل ولا بكثير، ولا بالتليفون ولا بالطلوبين ولا بالبسكليت ولا بالبراد ديال الاتاي ولا بالغداء ولا بالعشاء، الله يوفق الخير، الله يجعل العمل لله. او كلمه طيبه، او كلمه طيبه، الله يوفق الجميع وربح الجميع واغني الجميع واقضي لكل واحد ما تمنى عند الله عز وجل. اللهم يا ربي هذا بيت الله يحميهم، هذا بيت الله يبارك لهم في الصحه ديالهم، هذا بيت الله يبارك لهم في اولادهم، هذا بيت الله يبارك لهم في النساء ديالهم، هذا بيت الله يبارك في كل من ساهم. اللهم ربي اقضي لكل واحد ما تمنى عند الله عز وجل. اللهم ربي كمل لهم بخير واجعل هذا العمل لله. راه ماشي وقفوا معنا غير في بيت الله عز وجل، بل وقفوا في البناء ديال الروضه، بل كيوقفوا مع الناس اللي هو مريض تيديروا ليه العمليات. كل من ساهم لا من قليل ولا بكثير، الله يقضي لجميع الحوائج، حوائج الدنيا وحوائج الاخره. الله يجعل العمل لله، لا الفوله ولا جريات. الله يجمع الكلمه، الله يجمع الكلمه، الله يوحد القلوب، الله يوحد الصفوف، الله يحفظ الكبير، يحفظ الصغير، يحفظ الذكور، يحفظ الاناث. ربي يقدر كل واحد ما تمنى عند الله عز وجل. لا قبيله جميع، الله يوحد القلوب، الله يوحد الصفوف، الله يقدر كل واحد ما تمنى عند الله عز وجل. الله يجعل هذا بيت الله يدخلنا بالرزق، بالتيسير، بالفرح، بالهناء، بالسرور. الله يقدر كل واحد ما تمنى عند الله عز وجل. الامام الله يوفقه للخير، الله يوفقه لما يحبه ويرضاه. الله يجعل العمل لله، القراءة لله، الصلاة لله، الوالد والوالدة الله يشافيهم، الله يعافيهم، الله يداويهم، الله يجبر حالهم، الوليدات الله يحفظهم، الله يضمنهم، الله يحفظ لك الكبير، يحفظ لك الصغير، يحفظ لك الذكور، يحفظ لك الإناث. الناس اللي تعبدوا، الناس اللي تعبدوا الله يغفر الذنوب، يسر العيوب، يفرج الكروب، بجاه علام الغيوب. هذوك النساوات اللي يطيبوا الله يطيب المعيشه ديالهم، الله يجعل عملهم لله خالصا لوجه الله عز وجل، ينفعهم به غدا يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الرجال اللي كانوا كيتعبدوا وتسخروا لا من الاول ولا من الاخر ولا بالقليل ولا بالكثير، الله يغفر لكم الذنوب، يسر لكم العيوب، فرج لكم الكروب. الله يجعل عملنا وعملكم متسبين بوجه الله عز وجل. شوف احبتي في الله، هذه مرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت غير كتمكس البيت، بيت الله، تطهروا وتنقيه. واحد 3 أيام ما تلاشفاش النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم أين المرأة؟ كانت توقف في بيت الله عز وجل تنظف في البيت. قالوا ماتت. قال لهم أين وقت ماتت؟ قالوا ماتت في الليل يا رسول الله. قال لهم علاش ما علمتونيش عليها؟ قالوا ليه يا رسول الله في الليل ما قدرناش نقولوا لك ورحنا دفنا. قال لهم دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. هذا شكون؟ من سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دلوني على قبرها. ودوا حتى القبر ديالها فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الصلاة هي الدعاء، ترحم عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ترحم على هذه المرأة اللي كانت تخدم بيت الله عز وجل. لا تأخر يا أخي المسلم. فما بالك الإنسان يجبد مليون يحط ويقول هذا في بيت الله، فما بالك من يجبد 20,000 يقول هذه في بيت الله، فما بالك اللي يجبد 5
50 درهم يقول هذه في بيت الله، فما بالك الانسان يحيد حوايجه ويسطب بيت الله عز وجل. هذا سيد الخلق سيدنا محمد قال زلوا على قبرها يترحم عليها. كذلك احبتي في الله كل من عمل شي عمل يخلصوا الله، الله يخلصكم، الله يجازيكم، الله يعطي لكم ما في الطريق. احنا جميعا الله يغفر ذنوبنا، يستر عيوبنا، فرج كروبنا، الله يجعل لنا المغفره، الله يشفق فينا خيارنا، الله يغفر كل واحد متى من عباس، الله يحفظ الكبير، يحفظ الصغير، يحفظ الذكور، يحفظ الاناث، يقضي لكل واحد متى من عند الله عز وجل. فاتحه وطلبوش مع فاتحه والحاج عبد الحميد الله يشافيه، الله يشافيه، الله يداويه، الله يجبر حاله، شوف ضراره، رزقه سي طبيب غيبي، الدواء ديالو في الماء والنعمه، الله يجعل الدواء ديالو في الماء والنعمه. كاع الامراض ديالنا ديال المسلمين الله يشافيهم، يا ربي شافي امراض المسلمين، داوي حال المسلمين، ربي اغفر للمسلمين، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، يسر امورنا وامور المسلمين اجمعين. يا رب ارحم امه محمد، واغفر امه محمد، وسامح امه محمد. يا رب ارحم المشايخ، وارحم الوالدين، وارحم الاجداد، وارحم امه المصطفى صلى الله عليه وعلى اله. فاتحه. الرئيس الحاج العربي اولا الله يشافيه، الله يجبر عظمك، الله يكشف الضرر ديالك، الله يرزقك سي طبيب غيبي، الدواء ديالك في الماء والنعمه، الله يجعل الدواء ديالك في الماء والنعمه، الله يشافيك وشافي امراض المسلمين، الله يرحم الوالدين ويرحم الاخوان، الله يشد عليهم الرحمات، ارحم ما فوقهم، ارحم ما تحتهم، ارحم عند الصراط، ارحم عند الميزان، واجعلهم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله يجعلهم من في المرحبا. السي عبد الكريم الله يرزقه العز، يرزقه القبول، السالو ديالو يحل يمين ويسار، الله ينزل له البركه في التجاره، البركه في العمل، البركه في الوليدات، البركه في الاخوان، البركه في العائله. الله يطول عمرك الحاج العربي حتى تشد البركه ديال الوليدات جميعا، والحمد لله رب العالمين. الفايل العربي الله يشافيك، الله يداويك، الله يجبر حالك، يكشف ضرورك، رزقك سي طبيب غيبي، الدواء ديالك في الماء والنعمه، الله يجعل الدواء ديالك في الماء والنعمه، الله يرحم الوالدين، الله يشد عليهم الرحمات، هذوك الوليدات الله يحفظهم، الله يضمنهم، الله يكمل لك الظن فيهم، الله يحقق لك فيهم الرجاء، الله يجعل الله عز وجل طبيبك هو الله، الله يشافيك في هذا اليوم المبارك، والحمد لله رب العالمين. باللوكل يا مصطفى الله يوصلها للوليد، ورحمتك واسعه، واجعل في المرقى من القبور والقصور، الوالده الله يشافيها، الله يعافيها، الله يداويها، الله يغفر لك ما في الضمير، الله يحفظ لك الوليدات تمشي سالم ترجع هانم، لا انت ولا الاخوان، الله يغفر لك ما في الضمير، والحمد لله رب العالمين. المعلم النجار هذه الهديه الله يوصلها للوالدين، الله يوصلها للاجداد، الله يشد عليهم الرحمات، والديك الله يشافيهم، الله يعافيهم، الله يداويهم، الله يجبر حالهم، يشوف ضرورهم، يرزقهم سي طبيب غيبي. النجار الله يستر امرك، الله ينزل لك البركه، الله يحفظ لك الوليدات، يحفظ مالين الدار، يحفظ البنيات، الله يزين الصنعه فين ما حطيت كل البركه، الحمد لله رب العالمين. هاد الناس اللي بناو بيت الله عز وجل المعلمين كاع، لا اللي حط البريكه ولا اللي حط الحديد ولا اللي صبغ ولا اللي زير ولا اللي ساهم، الله يستر امركم، الله يجعل عملكم لله، الله يوفر رزقكم، الله يقضي لكم ما في الضمير بجاه علام الغيوب، الحمد لله رب العالمين. هذا السيد هذا الحبيب هذه الهديه الله يرحمه، هذه الامانه الله يخلصك فيها، الله يجازيكم كاع عمرين الصدقه، الله يرحم الاموات، ينفع الحيين، زياده في العمر، بركه في الارض، بركه في التجاره، بركه في الحديد، بركه فيما تحاولوا وما تناولوا. احنا جميعا الله يغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، يسر امورنا، ربي يقدر كل واحد ما تمنى عند الله عز وجل، والدينا وكل المسلمين يا جماعه، ربي يرحم امه محمد، واغفر امه محمد، سامح امه محمد، يا ذا الجلال والاكرام. امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير واعينوا عليه واحفظوا في ولي عهده وسائر صوته الشريفه، انه سميع مجيب الدعوات يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا ربي عاملنا بلطفك، اللهم عاملنا بلطفك، اللهم ربي ارحم البلاد والعباد، اللهم ربي ارحم البلاد والعباد، اللهم يا ربي الامر ما نحن فيه، لا احنا لا العباد ولا البلاد ولا البهيم ولا كل، ربي ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ربي ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.